الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. صدق النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام، معنا في حلقة اليوم شيخ قلما تستمع إلى شيخ مثله من تلاوته للقرآن. شيخ كمثلما يخرج الماء من فم السقاه يخرج حروف القرآن وآياته من فم هذا الشيخ الكريم الذي نحسبه على خير. فلنرحب معا بالضيف الشيخ الذي دائما وأبدا يمتعنا بصوته العذب، الشيخ ظافر عبد الكريم السلماوي، جزاه الله عنا كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نتمنى سيدنا أن تعرفنا ببعض سيرتك الشخصية، ثم تمتعنا ببعض الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى حتى تخشع القلوب والأبصار، فلتتفضل سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. أخوكم في الله ظافر عبد الكريم علي السلماوي. أكرمنا الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكريم منذ الصغر على يد مشايخنا الفضلاء، وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بإمامة المصلين أيضا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا إن شاء الله. وسوف نقرأ يعني بعض الآيات الكريمة لكي نتلوها على حضراتكم إن شاء الله تعالى. فلتتفضل سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أحبتي في الله، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن الله سبحانه وتعالى اختصهم دونا عن عباده الآخرين بتدبر آياته وتلاوته وحسن فهم معانيه. فجزا الله خيرا شيخنا وضيفنا وحبيبنا، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم
أن يمتعه دائما بالصحة والعافية. أحبتنا الكرام، وها قد انتهت حلقتنا المباركة مع ضيفنا المبارك في حلقة من حلقات برنامج أهل القرآن الكريم، واستمعنا إلى ما تيسر من سورة الرعد، وإن شاء الله نعدكم بحلقات أخرى جديدة مع ضيوف آخرين جدد، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يرزقكم الصحة والعافية مع برنامجكم أهل القرآن الكريم. والسلام في الختام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.